أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا أحد المرضى إجا من أحد المحافظات يستنجد بعلاج القرآن ومحمد وآل محمد. نعم، اشرح لنا الحالة. نستقبل بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد، أنا صار لي تقريبا هاي 14 سنة والله عالي، يعني ما خليت، راجعت هواي. أخير شي قبل شهر طبيت على اليوتيوب، شفت مقاطعك واتصلت بيك. صار لي أكثر من شهر لجيك وما تصير لي فرصة، فتعبت. يعني الأعراض اللي عندي أكثر شي راسي مأذيني، يعني أحس شي براسي كلش متعبني هواي. يعني تعبت، خسرت هواي وتعبت، يعني ما خليت. حد الآن جاي أتعب، يعني أكثر شي ألم عندي براسي أبد ما يروح يعني، وألم بظهري ورجليه، يعني تعبان دمر دمار. نسمع رقية كلش أتعب، يعني أظل أصيح الثاوب، كلش أتعب يعني. ما أقدر ألتزم بيها من قدر ما أتعب، من قد ما أتعب يعني. نعم، نتوكل على الله بمحمد وآل محمد. إذن هذا حكى الحالات، الحالة اللي عند الحالة المرضية، وإن شاء الله استنجد بعلاج القرآن ومحمد وآل محمد، وراح نتوكل على الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. توكلوا يا خدام القرآن الكريم ويا ملائكة الله الطيبين إلا ما شافيت يا رب العالمين بالقرآن بمحمد وآل. يا إمامك الإمام عليه السلام. توكلي برفع أما يده اليمنى على القرآن. نعم، إذا نيت صافية راح ترفع إيده بحدها على القرآن بالصلاة على محمد وآل محمد. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ارفعوا لي الثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. نعم، فالتقم محكمة إلهية بمشيئة الله وهو رب العالمين الذي لا إله إلا هو، وبملائكة الله الطيبين الطاهرين، وبعلي بن أبي طالب وأهل بيته، وبالأخص أبي الفضل عباس عليه السلام. حاضر العلاج، حاضر الشفاء بمحمد وآل محمد. ارفعوني وحدة من أيديه، أما يده اليمنى أو اليسرى بإذن الله. الله، نزل يدي على القرآن بإذن الله. نعم، إذا عنده ضر راح يقدمون القرآن، يسمونه تشخيص بالقرآن. إذا عنده ضر راح يقدمون القرآن على الرقبة، وإذا ما بي شيء ينزلون إيده للأرض. توكلوا بمحمد وآل محمد. إذا قدموا القرآن على الرقبة يعني عنده ضر. إذن هذا الإنسان مظلوم. حركوا القرآن يمين يسار بإذن الله. نعم، إذا صار برق بعيونه أو حرق نطقوا بالتكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حلو، الله أكبر. نعم. حرق، نعم، قطع أم حرق بإذن الله. حرق. اللهم صل على محمد. إذا خلص يسحبون القرآن، وإذا بعد عنده بعض الأمور، نعم، إذا خلص يسحبون القرآن بمحمد وآل محمد. يسحبون القرآن، إذا خلص يسحبون القرآن بإذن. إذن خلص بإذن. كم جلسة يحتاج؟ إذا ما يحتاج خلون القرآن على راسه، وإذا يحتاج بعدد الأصابع. كم جلسة يحتاج؟ إذن جلستين يحتاج بإذن الله ببركة محمد وآل محمد. يقول أزيد الألم برأسي، بالرأس. إذا راح الوجع من راسك صل على محمد بصوت عالي 3 مرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم محمد صل على وآل محمد. نعم، يسحبون القرآن على باقي جسمه.
يعني صار هذا اللي يعاني من الحالة صار له 14 إلى 15 سنة، خلال دقائق بإذن الله، خلال 10 دقائق أو 15 دقيقة انتهى الأمر بإذن الله. هاي ببركة محمد وآل محمد. فعلاجنا بالقرآن بمحمد وآل محمد بملائكة الله الطيبين الطاهرين. لا نسألكم أجر، إن أجر على الله. القرآن يعني جاي يعالجون بمحمد وآل. إذا ارتاح رجليك أو ارتاح جسمك صل على محمد بصوت عالي. حيل يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل إذن شوفوا ببركة القرآن ومحمد وآل محمد. رجعوا على نوموا على ظهره بمحمد وآل محمد. اللهم صل على نعم. إذا خلص انطون القرآن بيد وحده. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن صار له 15 سنة، من 14 سنة إلى 15 سنة يعاني ما يعاني، ولكن شوفيه ببركة القرآن ومحمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين وما يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العلي العظيم. نعم خلص. نعم إذا خلص انطون القرآن بيد وحدة بإذن الله. قلنا الألم كان براسه بإذن الله، الضر مالته في الرأس بإذن الله. شوفيه محمد وآل محمد. نعم. إذا خلص انطون القرآن بيد وحدة بالصلاة على محمد وآل محمد. إذا خلص انطون القرآن بيد وحدة بالصلاة، قعدوا هو والقرآن بإذن الله. اللهم صل. نحمد الله حمد الحامدين ونشكر الله شكر الشاكرين على هذه النعمة. اللهم زد وبارك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.